السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة يا رب. النهارده هنعمل البيتزا الجميلة دي، هنعملها بشكل جديد وبطعم احلى واحلى. حقيقي جميلة وتستحق التجربة. عايزاكي تعمليها بطريقتي، هتنبهري بالنتيجة، فعلا جميلة وطعمها احلى واحلى. بس قبل ما نبدأ وصفتنا ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد، ومشاركة الفيديو لكل حبايبنا عشان توصل لكل الناس. يلا بقى بينا على الطريقة، بسم الله. ده نص كيلو دقيق انا وزناه على الميزان. هنخل بقى النص كيلو دقيق ده، نخلط دقيق للمعجنات والمخبوزات، ضروري جدا، بيدي تروة حلوة قوي للمعجنات والمخبوزات. وبعد ما بنخل بقى النص كيلو كده، هضيف معلقتين كبار لبن بودر. ضروري بقى اللبن البودر بيدي طعم في حتة تانية خالص. وهضيف ربع معلقة صغيرة ملح، وهنخل المكونات دي كده مع بعضيها، وهقلبها كده لحد ما يندمجوا مع بعض، واركنهم على جنب. في بولة تانية هضيف كوباية ونص حليب، بس انا مش هضيف النص كوب، هضيف كوباية الاول وهضيف ربع كوباية واسيب الربع على جنب. لو العجينة معايا احتاجت هضيفها. وبعد كده هضيف معلقتين كبار سكر حبيبات ابيض، وهضيف معلقة كبيرة خميرة فورية، ومعلقة كبيرة خل، ونص كوباية زيت ذرة، ومعلقة كبيرة سمنة بلدي بتفرق في الطعم. وهقلب المكونات كده مع بعضيها لحد ما يندمجوا مع بعض والسكر دوب تماما. اهم حاجه بقى تقلبي كويس جدا كده. معايا جاهزه المواد السائله، هجيب بقى الدقيق واضيف عليه المواد السائله كده. اهم حاجه تمشي على الخطوات بالظبط، وان شاء الله هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. تطلع معاك الوصفه ناجحه 100%. وهقلب بقى المكونات كده مع بعضيها، وابتدي بقى ان انا اعجن العجينه الجميله دي كده لحد ما تدينا عجينه طريه وسهله التشكيل. شايفين بقى الجمال؟ بدأت العجينه تتلم معايا بكل سهوله. عشان مقاديري ناجحه 100% كده حطيت كوبايه وربع حليب، والربع التاني ما ضفتهوش لان العجينه مش محتاجه، والعجينه معايا طريه وسلسه وسهله التشكيل ما شاء الله. هعجنها بتاع 3 دقايق كده على الرخامه لحد العجينه بتبقى معايا طريه وسهله التشكيل. بدات العجينه تتلم معايا بكل سهوله. عشان مقاديري ناجحه 100%، انا كده ضفت كوبايه وربع حليب، والربع التاني ما ضفتهوش. المكونات بتاعتي كده سليمه 100%. هدهن بقى البوله واضيف فيها العجينه، واغطيها بقى بالكيسه دي، واغطيها بالفوطه لحد ما تخمر. هنحضر مع بعض صلصه البيتزا. في بوله هضيف معلقتين كاتشب كبار، ومعلقتين صلصه جاهزه، ودي صلصه جاهزه عندي متسبكه. هضيف معلقه كبيره فلفل اسمر، معلقه صغيره ملح، ومعلقه صغيره توم باودر وبصل باودر. وهضيف معلقه كبيره كده زعتر، بيدي طعم حلو قوي لصلصه البيتزا. وهضيف 5 معالق كبار زيت ذره، وهقلب المكونات كده مع بعضيها لحد ما يندمجوا مع بعض. كده الصلصه بتاعتي جاهزه. هركنها بقى كده على جنب، واجيب بقى الصاج وادهنه دهنه بسيطه كده من الزبده او الزيت. وعدهن برده الطاوله دي كده عشان اقرص عليها البيتزا. اخد بقى العجينه بعد ما ارتاحت كده وخمرت كده. العجينه معايا ما شاء الله طريه وسهله التشكيل. هقطع بقى العجينه كده لكور متساويه. اول حاجه كده وابرمها واكورها كده بالشكل ده. اهم حاجه الكور كلها تبقى متساويه قد بعض، وارصها كده في الطاوله دي. واقطع تاني برده كور متساويه. اهم حاجه الكوره تبقى قد بعضيها. شايفين بقى الكور كلها متساويه قد بعض ازاي؟ هشكل بقى النص كيلو بنفس الطريقه بنفس الخطوات لحد ما اخلص العجينه كلها بنفس الطريقه. كده بقى شكلت العجينه كلها. شايفين جمال؟ عطيني 18 بيتزا بنص كيلو. عملت العجينه دي هغطيها بكيسه واغطيها بالفوطه، واحضر بقى الحشوه دي. ده فلفل الوان مقطعه مكعبات صغيره، وده زيتون اسود، وجبنه شيدر، وجبنه تركي، وجبنه موتزاريلا. الجبنات اللي عندك اللي انت حابه تضيفيها على البيتزا براحتك. انا هاخد اول كوره كده وافردها كده بالطول. هوريكم بقى العجينه جميله ازاي وطريه وسهله التشكيل معايا. هجيب بقى البيتزا كده واحشي الجوانب بتاعت العجينه كده، واقفلها كويس جدا بالشكل ده، واضغط بايدي. اهم حاجه بقى تقفليها كويس كده باطراف العجينه. واكرر تاني اخد الاربع جوانب بتوع العجينه، واحشيها بقى جبنه موتزاريلا كده عشان بيبقى طعمها جميل جدا. جربوها هتعجبكم جدا. وبكرر تاني بقى احشي الاربع جوانب بنفس الشكل كده. اعملي بقى البيتزا دي لاولادك كده ايام الدراسه، في الرحلات، في المناسبات، بتبقى جميله جدا وطعمها بقى احلى واحلى. بس عملتها بطريقتي دي هتعجبك جدا، لان طريقتها سهله وبسيطه والطعم ولا غلطه. بقفل الجوانب زي ما انتم شايفين كده. واخد بقى قطعه البيتزا كده وارصها في الصاج، وافردها كده وابططها بايدي. بقفل الجوانب وبعيد تاني تقفيل الجوانب، واجيب الشوكه بخرمها من النص كده، واكرر تاني اخد قطعه من العجينه، واحشي بقى العجينه كده من الاطراف برضو من 4 جوانب.
الجبنه الموزاريلا كده واقفلها برده كويس بالطريقه دي كده. اهم حاجه بقى تضغطي وتقفلي كويس جدا عشان ما تتفحش معاكي في الفرن. بفردها بقى كده تاني. عايزه تكبري تصغري العجينه برده براحتك، بس الحجم ده حلو قوي، وقبل ما تيجي تخمر وتستوي هيبقى طعمها احلى واحلى. وفي النهايه هوريكم شكلها عامل ازاي. وبقفل الجوانب كده وبضغط بايدي. اهم حاجه تقفليها بالشكل ده وترصيها برده في الصاج كده وتسويها كده عشان يبقى الحجم كله مقاس واحد. واجيب بقى الشوكه كده واعمل خرام كده من النص عشان ما تعلاش معاكي في الفرن، واكرر تاني لحد ما اخلص النص كيلو بنفس الطريقه وبنفس الخطوات. واحشي برده الجوانب بتاعت العجينه كده من 4 اطراف، واحشيها بالجبنه الموزاريلا دي. لو حابه تحشي جبنه تركي برده براحتك، بس جربي بقى طريقه الجبنه الموزاريلا بيبقى طعمها احلى واحلى. وبقفل بقى كده وبضغط كده بين الاطراف لحد ما اخلص الكميه كلها بنفس الطريقه وبنفس الخطوات. كده بقى معايا جاهزه ما شاء الله. بجيب برده الشوكه كده واخرمها لحد ما اخلص الكميه كلها بنفس الطريقه وبنفس الخطوات. هوزع بقى الصلصه كده من نص العجينه. شايفين بقى الجمال والصلصه كده مظبوطه. دي بقى الصلصه الجاهزه بتاعت البيتزا، جميله وطريقتها سهله وبسيطه والطعم ولا غلطه. هوزع بقى الصلصه كده لحد ما اخلص برده الكميه كلها بنفس الطريقه وبنفس الخطوات. واهم حاجه بقى تمشي على الخطوات بالظبط عشان تطلع معاكي الوصفه ناجحه 100%. بعد بقى ما وزعت الصلصه كده على البيتزا، هجيب بقى الجبنه موزاريلا، جبنه شيدر، جبنه تركي، اللي انت حباه. وزعي بقى الجبنات دي براحتك. وهوزعها كده برده لحد ما اخلص الكميه كلها بنفس الطريقه. حابه توزعي جبنه تركي والشيدر مع بعض او التركي والموزاريلا مع بعض براحتك. وهوزع برده الفلفل كده بنفس الطريقه، الفلفل الالوان احمر واصفر واخضر. طبعا البيتزا دي جميله جدا واقتصاديه وسهله ومش مكلفه خالص. اعمليها لولادك اوفر وانضف كتير من انت تشتريها جاهزه من الافراد. انا وزعت فلفل الوان بيدي طعم حلو قوي للبيتزا، ولو حابه تحطي فلفل حامي برده براحتك. انا هوزع كده. ده عندي سوسيس قطعته كده لقطع صغيره، هوزعها برده فوق الفلفل. ممكن تحطي بسطر، ممكن تحطي صدق، براحتك المتاح عندك. وزعت بقى السوسيس ده بيدي طعم حلو برده، جربوه هتعجبكم جدا. وهوزع الزيتون بنفس الطريقه لحد برده ما اخلص الكميه كلها بنفس الطريقه كده. اهم حاجه بقى توزعي المكونات كلها قد بعض. برجع تاني بوزع بقى الجبنات، الموزاريلا والتركي والشيدر فوق بعض كده برده لحد ما اخلص الكميه كلها كده بنفس الطريقه. وبضغط بايدي بقى كده والحشوه تبقى متساويه قد بعضيها. جبت بقى صفار بيضه وحليب وسكر وقلبتهم مع بعض كده. وهدم بقى الجوانب بتاعه البيتزا كده. اهم حاجه برده ندهنه كويس جدا كده لحد برده ما اخلص الكميه بنفس الطريقه. واجيب بقى حبه البركه وسمسم واوزعهم كده فوق العجينه بالشكل ده. جربي بقى البيتزا بحبه البركه والسمسم، بيديها طعم في حته تانية خالص، حقيقي جميله وتستحق التجربه. بعد بقى ما وزعت السمسم وحبه البركه بسيبها ترتاح. اكون مشغله الفرن على درجه حراره 180. هدخلها بقى الفرن كده هتقعد معايا بالظبط نص ساعه او ساعه الا ربع حسب الفرن بتاعك. واول ما يطلع بقى ايه الجمال والحلاوه دي ما شاء الله اللهم بارك، شكل وطعم مفيش احلى من كده. ايه رايكم بقى؟ واخده السوا بتاعها المظبوط واللون الذهبي الجميل ما شاء الله اللهم بارك. فعلا اتمنى تجربوها بنفس الطريقه وبنفس الخطوات، وانا واثقه 100% ان هي هتعجبكم ان شاء الله. لو حضراتكم عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير للفيديو. ايه رايكم بقى في البيتزا الجميله؟ سهله بقى ولا مش سهله؟ عملناها في البيت بكل سهوله. شايفين بقى نص كيلو عمل لي كميه قد ايه ما شاء الله اللهم بارك. اعمليها لولادك اوفر وانضف كتير من انت تشتريها جاهزه من المحلات. شايفين بقى الجمال؟ كل ده من نص كيلو دقيق. هجيب بقى كاتشب كده واوزعه فوق البيتزا براحتك بقى، مايونيز كاتشب براحتك اللي انت حباه. انا هوزع كاتشب كده بيبقى طعمها جميل جدا. شايفين بقى الجمال؟ لو اول مره تشاهدوا قناتي مطبخ سومة واسهل الاكلات، اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يوصلكم كل جديد. يلا بقى ندول البيتزا الجميله دي. اتفضلوا بقى معايا يا حبايبي، فعلا جميله وتستحق التجربه. سهله بقى البيتزا ولا مش سهله؟ وعملناها في البيت بكل سهوله. شايفين بقى جمالها وانا بقطعها، واخده السوا بتاعها المظبوط وطعمها احلى واحلى، حقيقي جميله ما فيهاش ولا غلطه. وبكده تكون وصفتنا خلاص خلصت. اتمنى الفيديو ينول اعجابكم ان شاء الله. بشكركم جميعا على المشاهده، في انتظار تعليقاتكم الجميله اللي بتسعدني دايما وبتشجعني في تقديم الافضل في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.